فضيحة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. رباعية مقابل هدف من ضربة جزاء. انتصر اهلي كولر على زمالك اسوريو برباعية، واعتقد ان الماتش كان فيه كمان 4-5 اهداف تاني ممكن يجوا، ممكن يبقى السكور اكبر بكتير لولا شوية حاجات كده هنتكلم عنها مع بعض. كولر وصل لعيب الاهلي لاعلى فورمة تقريبا كل لاعب قدر يوصل لها في اي فترة من الفترات. عشان كده بكل بساطة بتلاحظ ان فرق الجودة بين لعيب الاهلي واي لعيبة تانية في مصر هو فرق السماء والارض. اهلا بيك يا صديقي، انا احمد السباعي وده نص الملعب. النهاردة هنتكلم عن مباراة الاهلي والزمالك اللي انتهت 4-1 للاهلي. يلا بينا. يعني كده كولر اخد دوري ابطال افريقيا، اخد دوري، اخد كاس، اخد 2 سوبر، وخد برضه الزمالك رايح جاي. السؤال هنا، هل اسوريو يتحمل المباراة دي لوحده؟ يعني هل اسوريو هو اللي كان سيء ولا كولر هو اللي كان كويس؟ السؤال التاني، هل اصلا اسوريو يتحمل النتيجة دي لوحده حتى لو هو اللي كان سيء، ولا لعيبة الزمالك عندها دور كبير في الموضوع؟ طب هل اصلا دي احسن نتيجة كان يقدر يطلع بيها كولر قدام الزمالك ولا لا؟ خلينا نبدأ واحدة واحدة كده وننقنق في الموضوع مع بعض. خلينا الاول نبدأ بالاهلي. هل يخفى على اي حد في مصر ان الاهلي هو افضل فريق داخل القارة وهو افضل فريق داخل مصر؟ لا، ولكن اسوريو تقريبا يعني هو الوحيد اللي كان عنده اختلاف في الموضوع ده، او بمعنى اصح يعني هو كان داخل الجيم ده وهو شايف ان هي ايه، يا صابت يا 2 عور، او يعني ضربوا الاعور على عينه وقال ما هي خربانه خربانه. هو مش فارق معاه، حاسس يعني ان الزمالك في تحسن في الاداء وفي تحسن شويه في النتائج، ولكن في الاول وفي الاخر هو نهى الموسم يعني من المركز الرابع للمركز الثالث بصعوبه، والموضوع يعني ما فيهوش حاجه كبيره قوي يتبكى عليها. فايه المشكله ان انا ابدا بمجازفه؟ طبعا دي كانت اكبر مجازفه يعملها تقريبا مدرب في ماتش ديربي اهلي وزمالك من فتره كبيره جدا، ودي طبعا نص الاجابه. وانا عن نفسي واحد من الناس ما كنتش متوقع ان هو هيبدا بهاف ديفندر واحد، ومعرفش ازاي جت معاه يعني ان هو يروح يلعب الاهلي بنفس التشكيله وبرضه بيلعب بثلاثه في خط الدفاع ويقدم الناس كلها في العمق في نص الملعب، ويلعب بهاف ديفندر واحد او واحد بس عنده ميول دفاعيه ويقدر يدافع، بقيه الفريق كله طاير قدام. يعني شيكابالا وزيزو ومعاهم نيمار وقدامهم ومعاهم نضاي وقدامهم سيف الدين الجزيري. الموضوع صعب جدا، ازاي يعني تواجه الاهلي بكل اللعيبه دي اللي ما بتعرفش تدافع؟ لذلك يعني انا وجهة نظري كانت قبل المباراة حاجة، واول ما شفت التشكيل كان ليا وجهة نظر تانية خالص. هقول لك وجهتين النظر دول، بس انا برضو عايزك الاول تروح معايا لكولر وتشوفه هو اصلا اتعامل ازاي. كولر هو الوحيد اللي على سطح الكوكب كان متأكد تماما ان اسوريو هيبدأ بنفس الطريقة، لذلك يعني بدل ما يدفع بالقندوسي جنب ديانج، لان انت عارف طبعا ان القندوسي ميوله الهجومية اكتر بكتير، كان هيبقى عنده القندوسي ومعاه قفشه ووراهم ديانج، عكس الطريقه ونزل فخري عشان يلعب باتنين هاف ديفندرات مركز 6 لاتنين مدافعين هو محمد فخري واليو ديانج. وده طبعا عشان يقدر يسيطر شويه على نص الملعب ويقدر يستخلص الكرة بشكل اسرع، يقدر ان هو يضغط من قدام لو يحاول يستخلص الكرة قدام، وفي حاله ان هو يرجع ورا شويه يقدر برضو انه يخطف الكرة في العمق اللي فيه اغلب تحضير الزمالك، وفي نفس الوقت برضو بيبقى فاضي في المرتدات. يعني اكبر مشكلة عند الزمالك هي الفرق اللي بتعرف تلعب كويس على التحولات الهجومية. فانا قبل الماتش كتبت بوست على الفيسبوك، تابعنا برضو على الفيسبوك لان انت حرفيا لو مش متابعنا فايتك كتير قوي، فاعمل فولو لصفحتنا على الفيسبوك واعمل اشتراك في قناتنا على اليوتيوب عشان يوصلك كل جديد. ما تنساش اللايك طبعا لو الفيديو عجبك. المهم يعني كتبت بوست قبل الماتش بتكلم عن اسوريو وعن كولر وبقول ان مين فيهم اللي هيواجه مشاكله، وكنت شايف ان اسوريو هو مدرب كويس ومدرب عنده كفاءة، لكن صدقني الكفاءة لوحدها مش كفاية، ومش بس فكرة ان انت عندك شوية افكار وبتحاول تطبقها هو ده اللي هيخليك مدير فني كويس. لا، واقعيتك وقرايتك للمباريات من قبل ما تبدأ دي برضو حاجة مهمة جدا. المهم يعني فكتبت عن اسوريو انه مدرب كويس وان هو بيحاول يطور فريق الزمالك، وكون اصلا ان هو يحاول يطبق طريقة التحضير بتاعة جوارديولا اللي هي 3-2-2-3، سميها بقى زي ما انت عايز، سميها 4-1-4-1، سميها زي ما تسميها. المهم يعني ان هو بيلجأ لدخول اللي هي الفولس باك زي ما بيقولوا، ان الباك الوهمي هو اللي بيقدر يدخل نص الملعب ويساعد في التحضير. الطريقة دي مش سهلة، وفكرة ان انت تحاول تطبقها دي جراءة، ولكن انا كنت شايف ان ده الجانب الكويس. لكن الجانب
السيء هو انه حتى الان لسه ما قابلش ولا فريق كويس او فريق من العيار التقيل يعني زي الاهلي. بالتالي ان الاهلي، انا كنت شايف ان الاهلي هو الاختبار الحقيقي لواحد زي اوسوريو، ان هو ازاي هيقدر يعدي من المرحله دي، ازاي اصلا يقدر يواجه الاهلي. الاهلي فريق عنده نص ملعب يعتبر افضل نص ملعب في القاره، عنده وينجين هم افضل وينجين موجودين داخل القاره. ومش المشكله في كده بس، المشكله ان اصلا نقاط ضعف اوسوريو، نقاط ضعف الزمالك مع اوسوريو تتلخص اصلا في الوينجات ونص الملعب. يعني نقاط ضعفك هي اصلا نقاط قوه الاهلي. وبرضه انت لسه ما لعبتش اي فريق حتى كبير بالمعنى الحرفي غير فيوتشر، وبرضه في ماتش فيوتشر كان الزمالك شكله وحش جدا ورجع عن طريق 3 اخطاء من حارس مرمى اللي هو جنش. وكنت شايف ان لو اوسوريو لعب بالطريقه بتاعته زي ما هي بهاف ديفندر واحد، كنت شايف ان الموضوع هيبقى كارثي يا اما على الاهلي يا اما على الزمالك. يعني بالمعنى البلدي كده، يا اما كرة هتتقطع كتير جدا وكولر يبقى واخد باله من ده ويقطع الكرة كتير جدا، وبالتحولات يقدر يسجل مرة واتنين ويحط اوسوريو في ورطة كبيرة. او كنت شايف السيناريو التاني ان بقى لعيبه الزمالك تتالق وتعمل حاجات غريبه بقى ويتحولوا لهالاند ورودري ودي بروين، وتلاقي بقى كوره جديده بتتلعب وتلاقي الطريقه سهله وتلاقي الكوره بتتلعب بشكل كويس جدا، لان دي اصلا نفس الخطه اللي بيلعب بيها مانشستر سيتي. فلو اللعيبه بقى بقت سوبر هيرو ممكن الزمالك يسجل مره واتنين ويبقى جيم مفتوح، ونسمع بقى نتائج من الكبيره اللي هي 4-3 او 3-3 والحاجات دي. الكلام ده كله بقى معلم قبل ما اشوف تشكيل الفريقين. اول ما شفت تشكيل الزمالك بالذات ولقيت اوسوريو مهبط جامد جدا، ومش بس قرر ان هو يلعب بهاف ديفندر واحد، لا ده قرر كمان ان هو يجيب فتوح الباك ليفت ويلعبه هو الهاف ديفندر. طبعا دي في عرف مباريات ديربي دي كارثه ما ينفعش يعملها حتى مدرب هاوي، لان ببساطه اصلا الهاف ديفندرات اللي عندك في الزمالك مش قادرين يغطوا المساحات اللي انت بتسيبها بالنفاسات اللي انت مطيرها قدام دي. فهل من العقل والمنطق ان الباك ليفت هيقدر يغطي المساحات دي؟ واصلا هو باك ليفت فدايما هتلاقيه ميال ناحيه الشمال وسايب العمق، وده اصلا اللي حصل في الماتش. هل يعني اللي ما عملوش رؤى ولا عمرو السيسي هيقدر يعملوا فتوح اللي هو اصلا مش مكانه خالص؟ انا اصلا كنت متوقع ان هو يحاول يزود في نص الملعب، يزود 2 هاف ديفندرات ويحاول الطريقه ل 4-2-3-1 ويحاول يهدى شويه، لان الموضوع مش بس في طريقه اللعب، الموضوع ان هو مش بيلعب بناس تقدر تملى الحته دي خالص. فبعد ما شفت تشكيل الزمالك كان ليا كومنت واحد وكلمه واحده، ان الاهلي النهارده هيكسب سكور، وكتبت بالحرف اوسوريو هيضطر بين الشوطين ان هو ينزل هاف ديفندرات منطقه 100 عقبه كلها ويعدي في الشارع، واي حد بيعرف يدافع او يلعب في نص الملعب هيجيبه ويحطه في نص ملعب الزمالك. على الناحيه الثانيه بقى كان في واحد صايع اسمه كولر قاعد على الدكه، والموضوع بالنسبه له مش بسيط، هو كان عارف ومتاكد اوسوريو هيبدا ازاي. بالتالي ملا نص ملعبه صح، بدا بتشكيله صح جدا، اختار ناس انا كانت بالنسبه لي غريبه جدا ان هو يختار فخري، لكن اول ما شفت تشكيل الزمالك حسيت ان هو شافه، يعني حسيت ان هو شاف تشكيل الزمالك قبل ما يحط تشكيل الاهلي. فبالتالي كولر ما كانش مدرب بسيط خالص في الماتش ده، رغم برضه على فكرة ان هو كان داخل بمشاكل كتير جدا المباراة، والموضوع ما كانش سهل. هو داخل بفريق اصلا مخلص دوري ابطال افريقيا ومخلص دوري وخلص كل البطولات اللي دخل فيها السنة دي، بالتالي يعني الفريق ما عندوش اي دافع اصلا للمباراة. فهو قدر يخلق الدوافع انه بعد ماتش الاتحاد يديهم يومين اجازة عشان يشحنوا البطارية ويرجعوا على المباراة دي وهم فت شوية او عندهم شوية دوافع جديدة. وبرضه كان عنده مشكلة طبعا في نص الملعب لا تخفى على احد، ان اصلا مروان عطية يوم المباراة الصبح والده توفى فمشي، والراجل ده انت عارف طبعا بناء اللعب مبني على مروان عطية في اغلب الاوقات. وفي نفس الوقت برضه ديانج لغاية يوم المباراة الصبح ما انتش عارف هيلعب معاك المباراة ولا لا. وبرضه مشكلة تانية وهي الثقة الزايدة اللي هتبقى عند اللعيبة في المباراة بسبب ان هم حاسمين كل حاجة وهم ابطال كل حاجة. وفي نفس الوقت برضه الزمالك ما عندوش اي حاجة يبكي عليها، فبالتالي الضغط عليك انت مش عليه هو، انت الفريق البطل اللي عندك سجل لا هزيمة، فيعني الاهلي هو الاحسن في كل حاجة، بالتالي الضغط عليه مش على الزمالك. فنقطة التحول الاولى هي تشكيل المباراة اصلا بتاع الزمالك. نقطة التحول الثانية انت راجل نازل لسه بتقول يا هادي لسه في المباراة بسم الله الرحمن الرحيم والهدف الاول حسين الشحات، بالتالي المباراة تتفتح وكل حاجة تبقى متاحة ليك، تقدر بكل بساطة انك تضغط على الزمالك قدام شوية وهم هيحاولوا يبقوا مندفعين واصلا ما عندهمش حد في نص الملعب يحاول يرتد ويمنع الهجمات المرتدة بتاعتك،
او يحاول يطلع بالكوره بسهوله. فالموضوع يعني فيه مشاكل كتير جدا، لو ضغطت عليهم قدام وقدرت تجيب جون تاني في اول 10 دقايق كان الموضوع هينتهي بسكور تاريخي. لكن كولر عمل حاجه مختلفه خالص. لو مسكت احصائيات المباراه فهتلاقي الاهلي قدر يصنع بس 12 فرصه في ماتش الزمالك، ولكن في ماتش الاتحاد مثلا قدر يصنع 23 فرصه، وفي ماتش فيوتشر قدر يصنع 28 فرصه، رغم ان الاهلي تعادل مع فيوتشر 0-0. فبالنسبه لكولر يعني هو غطى الدنيا كلها وعمل اللي عليه وزياده. عايزك بس تاخد بالك ان الاهلي حرفيا مع كولر الاهلي بس كسب حتى الان 5 بطولات. الاهلي لساله 5 بطولات تانيين هيتلعبوا كلهم تبع الموسم ده. البطوله الاولى هي السوبر ليج الافريقي، البطوله الثانيه هي السوبر الافريقي بين بطل دوري الابطال وبطل الكونفدراليه اللي هو اتحاد العاصمه، البطوله الثالثه هي السوبر المصري وكاس مصر، والبطوله العاشره اللي هي كاس العالم للانديه. يعني لسه عنده 5 بطولات تانية بينافس عليهم، بالتالي هيبقى قدامه فرصه انه يحقق رقم قياسي عالمي ما اعتقدش ان هو حصل قبل كده في اي حته في العالم، لو الاهلي قدر بس يكسب على الاقل 7 بطولات في الموسم ده. فيعني الاهلي كولر بالعلامه الكامله حرفيا مفعل قانون الغابه، وكل اللي بيطوله بيديله، والعمليه صعبه جدا مفيش فريق في افريقيا قادر عليه. اعتقد ان الفريق الوحيد او المدرب الوحيد اللي قدر يقف قدام كولر هو مكوينة مدرب سان داونز. بس طبعا الموضوع مش بس مدرب، الموضوع كان فيه عوامل كتير جدا. اهم حاجه فيها طبعا ان هو هناك بيلعب الساعه 3 العصر في جنوب افريقيا ومعدل اكسجين قليل جدا. فيعني مفيش فريق حرفيا في افريقيا قدر يعطل الاهلي غير يمكن سان داونز. على الناحيه التانيه ما تقدرش بقى تقول ان اوسوريو هو اللي بيتحمل كل المصيبه اللي حصلت في الزمالك. الزمالك كان بيلعب بشكل في منتهى السوء، بس مش المدرب هو اللي كان بيلعب معاك، ان الطريقه صعبه جدا في تطبيقها بالنسبه لكواليتي لعيبه الزمالك. وانا هنا طبعا مش قصدي اقلل منهم، بس يعني خلينا واقعيين شويه. الطريقه دي مش بيلعب بيها اي حد في العالم. هتلاقي برايتون مع ديزيربي هو اقل فريق بيلعب بالطريقه دي، لكن الفرق الكبيره اللي بتلعب بيها كلها فرق كبيره جدا بامكانيات كبيره جدا ومعاها احسن لعيبه في العالم. تقدر تطبق الطريقه دي بكل بساطه، والطريقه دي اصلا معموله عشان التحضير الكويس والفرق اللي بتضغط عالي جدا لقدام وبتحاول تحقق اكبر كم من الفرص. طب هل الزمالك لما يجي يلاعب الاهلي هيبقى في الوضعيه بتاعه ان هو الفريق الكبير اللي ضغط على الاهلي وعايز اكبر كم من الفرص عشان يقدر يسجل في الاهلي 5-6 جوان؟ يعني مش منطقي بصراحه. فيعني فكره معرفش جات له ازاي صراحه ان هو يروح يلاعب افضل فريق في القاره، وهو حرفيا دلوقتي الزمالك ماشي في مستوى في منتهى السوء، وهتروح انت تلاعب الفريق ده بنفس الطريقه دي وعايز تحقق عليه استحواذ وعايز تحقق عليه كمان اكبر كم من الفرص، وعايز برضو تحمي ظهرك وانت اصلا بتلعب بعمق فاضي وباك ليفت فاضي. انا اقول لك وجهة نظري بصراحة وتتقبلها او لا، يعني دي حاجة تخصك طبعا. شايف ان الزمالك مش محتاج خالص مدرب هجومي، وبصراحة برضو عايز اقولها لك وفكر فيها كويس. دايما اخر مدربين نجحوا مع الزمالك كان كلهم بيلعبوا بطرق دفاعية بحتة. شوف كده معايا كارتيرون، فيريرا، كريستيان جروس. شوف كل المدربين اللي نجحوا الفترة اللي فاتت مع الزمالك هتلاقي كلهم كانوا بيلعبوا بطرق دفاعية بحتة جدا. لكن طبعا في الوضع الحالي غالبا اوسوريو هيمشي من الزمالك في اقرب فرصة، وده برضو زي ما قلت لك دي وجهة نظري. انا شايف ان اوسوريو مش مناسب تماما للزمالك في المرحلة دي على الاقل. بس كده يا سيدي، كل اللي عايز اقوله لك ان طبعا في المرحله اللي جايه دي لازم الاهلي يريح لعيبته تماما لغايه اما تعرف مواعيدك واجندتك الفتره اللي جايه ايه، عشان تعتبر بقيه الدوري هو عباره عن فتره اعداد تدي فيها للعيبه وتجرب فيها بقيه اللعيبه. لكن يعني ما ينفعش تاخدها ابدا على محمل الجد وانك تبدا بقى تكمل وعايز ارقام قياسيه والكلام ده. انت كده كده حسمت الدوري وكده كده لعبت لغايه القمه، عملت كل الارقام القياسيه الممكنه. ريح لعيبتك عشان اللي جاي كله ضغط، فالمفروض ان لعيبتك تبقى جاهزه للي جاي، فتبدا تريحها من دلوقتي وتستفيد بنفس اللي عملته الاداره السنه اللي فاتت.